للدار ونشوف ابني ورجع للدار. الساعة ملي جيت للدار جبرت الحومة كلها في داري وانا ما كاينش وباقا ما عرفاش الولد كمان، وكنطلب انا في الزنقة وكنطلب يا ربي وديك العايلة تقول له ربي في المرة حيت ابني باقي صغير وماشي قد هادشي. يا ربي يا الحبيب طول له ربي في العمر يا ربي وتخلي الوالد وتنجي ابني حتى انا ساعه ملي جينا هنا وسمعت هادشي زي ما كنتي كصبر انا لقاها ابني قلت لهم الا مات راه بني انا ما كان غادي واخا ما صبراش يعاند ابني. علاش ابني انا عارفه ابني ماشي شمكار ماشي كيكمي. باشرت عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن طنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة تحقيقاتها الأولية لفك لغز جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طالب جامعي عثر عليه مذبوحا وسط شقة يكتريها بمنطقة مسنانة وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة. وأوضحت المصادر ذاتها أن الضحية ينحدر من مدينة العرائش ويبلغ من العمر حوالي 19 سنة، مبرزة أن الواقعة اكتشفت من قبل أسرة الطالب التي حلت بالشقة بسبب عدم رد ابنها على اتصالاتها المتكررة. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الضحية كان يتابع دراسته قيد حياته بإحدى المؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود. وبأمر من النيابة العامة المختصة جرى إيداع جثمان الطالب بمستودع الأموات قصد إخضاعه للتشريح الطبي وذلك للكشف وتحديد ظروف وملابسة الواقعة وإيقاف الجاني الحقيقي. شكرا متابعينا الكرام على حسن متابعتكم، دمتم بخير وإلى اللقاء.